رسم الصليب ويا ريت تعلموه لكل العشوائيات. أول ما بحط صباعي فوق راسي بعلن حاجة عميقة جدا. لما بقول باسم الآب أنا مش بشوفه، الآب فوق العقل، فوق في السماء، فوق عينيا لا يرى، فالحتة دي مهم. وبعدين أول ما أقول الابن بعمل حركة، الحركة دي اللي هي حركة إيه بقى؟ التجسد. الابن نزل من الآب إلى عالمنا، وبحط في نص بطني كده، يعني أقول بقى واحد زينا، بقى وسطينا كلنا كبشر، بقى واحد مننا، فالمسيح بقى بتاعنا ابن الإنسان. وبعدين الروح القدس، كنيستنا القبطية تبدأ من القلب، في كنائس غربية تاخده من اليمين وتدخله القلب، أيا كان كله حلو، بس احنا عشان نقول والروح القدس لأننا بنعلن إيماننا أن الروح القدس دخل قلبنا سكن فينا. يبقى تاني الآب فوق النظر، فوق العقل، الابن تجسد بقى واحد مننا، الروح القدس سكن في قلبنا، ياخدنا ويطلع بينا السماء، يجعلنا من أصحاب اليمين، يجعلنا عن يمين الآب كل حين، يدخلنا السماء. فمجرد رسم الصليب كأنه قانون إيمان. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، والرب الابن الوحيد يسوع المسيح. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بثق من الله، وننتظر قيامة. هتلاقوا نفس اللي بنقوله بالحقيقة نؤمن عملناه في علامة الصليب. حاجة تانية، واحد من القديسين قال تعبير لطيف قوي، قال كل مرة ترشم الصليب تضع أصبعك مطرح الميرون لما لمس راسك. مسحة الروح القدس، انت بقيت مسيحي ازاي؟ مسيحي لأنك خدت المسحة أول ما تلمسك تلمس هنا، فلما بتحط صباعك كأنك بتلمس الزيت اللي عمره مثلا 60 سنة، لكن هنا مقصود بيها ايه؟ ان انت بتعلن انتمائك لمسيحك، او بتأكد انه ما زلت انت مسكن للروح القدس، انك عايش بروح الله، ان الختم على راسك، الزيت اللي مش باين ده هو الختم اللي خلاك تبقى مسيحي، هو العلامة اللي ميزتك. ده أول طقس جميل الكنيسة اتفقت عليه، عمره لا يقل عن 1800 سنة على فكرة، والبعض بيقول من جيل الرسل، لكن عندنا أقدم أقوال الآباء من حوالي سنة 200 وكسر مثلا، والكنيسة بتستخدم رسم الصليب.